قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناتين وقناة الفيس وقناة العشوائيات بتاعتنا، وهتلاقيهم كلهم موجودين في الوصف مع قناة التليجرام اللي فيها أسامي الحكايات كلها. وكالعادة ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك، ويلا بينا نبدأ المنهاوة. مكان كله تلج ونشوف الموظف ده بيبص للسما فوقه وهو مستني. في اللحظة دي الحارس بيأكد إن هوية السكرتير تم التحقق منها، وبطل الموظف شو يتقدم، والبوابة المعدنية دي بتفتح في لحظتها عشان تعلن دخوله لمنطقة النزاع الشمالية الخطيرة والمعروفة بمنطقة رقم 1. والسكرتير ضايدة بيتقدم لوحده في وسط التليج وهو مركز في مهمته، ويطلع موبايله بسرعة عشان يتأكد إنه ماشي في الطريق الصحيح. وأول ما لقى الإحداثيات مظبوطة قفل الجهاز من غير ما يضيع ثانية واحدة. بدأ يجمع طاقته ونط نطة خرافية خلته يطير في السماء باستعمال قدرته الخارقة كواحد مستيقظين. وفي اللحظة دي ضاي بيفتكر الكارثة اللي حصلت زمان لما الوحوش خرجت من الدنجن ودمرت كل حاجة، لدرجة البشرية كانت خلاص على شفا الانقراض. ولكن فضل مستيقظين الناس بدأت تبني حياتها من تاني، وإن الموضوع وصل لذروته في المعركة النهائية في مدينة أنزيان. وهناك ظهر واحد من أبطال الحرب الخمسة العظام، وهو اللي فرض النظام وقدر يقضي على الوحوش ويحقق سلام بقاله 29 سنة، وإنه مكتوب في كل كتب التاريخ. وده بيدانه اتحرك بعدها وبيدور على البطل الأسطوري ده اللي عايش بعيد عن عيون الناس. وكان متوقع إنه يقابل عجوز عنده حوالي 80 سنة، وإن أكيد شكله هيكون زي الكهنة اللي عايشين في الجبال، وينزل بقوة على الأرض لدرجة إن المكان اتدمر حواليه. ولكن فجأة أثناء تنقله حس بطاقة شريرة قريبة منه، وقف بسرعة ومستعد للأسوأ، ولقى نفسه في مواجهة وحش غريب جدا، وإنه جسمه جسم نعامة وراسه راس بطة. وده بيتجمد في مكانه ويكون متوتر وهو بص الوحش الغريب ده. بس هو بيقدر يتعرف على الكائن المرعب ده، وبيعرف إنه بيجري بسرعة 100 كيلو في الساعة. والأسوأ من كده إنه عارف إن الوحوش دي مستحيل تمشي لوحدها، وفعلا بيظهر قطيع كله. وده بيجهز قبضته المشحونة بالمانا، وهو عارف إنه قدامه وحوش مربة الكوارث، والوحوش دي بتبدأ تطلع صراخات مرعبة وتبين أسنانها الحادة. وده بيعرف إنه ملوش فرصة قدامهم، وإنه خلاص هينتهي لو حاول يواجههم. وفجأة القطيع بدأ يهاجمه والأرض بتهتز تحتهم، وده بيجري منهم وهو مرعوب ومش فاهم ازاي حد يقدر يعيش في المكان ده أساسا. وفجأة بيشوف ظل عملاق في السماء، ويقدر يلمح طائر الرعد مربع إيه ونازل من السماء وبلع البط ده كله في هجمة واحدة. وده يكمل جري ومش فاهم ليه في كمية الوحوش المرعبة دي هنا، لحد ما لمح كوخ خشبي في نص الفراغ ده واعتبرها فرصته الأخيرة، ونط فوق السور بكل سرعته عشان يستخبى. وكان لسه بيحاول ياخد نفسه بيلاقي الطائر العملاق ده نزل عليه مباشرة، والشرار كان طالع من عينه وعينه مركزة عليه وتقول إن نهايته وصلت. وده غمض عينه واستسلم لقدره، والوحش ده مسك ضاي وكان ناوي يهرب بيه. ولكن فجأة صوت غريب ظهر وزعل الوحش وبيقول له ده مش أكل، ويطلب منه يسيبه. وفجأة الوحش المرعب ده هدي وبقى أليف جدا، وده اتصدم إنه هو سمع صوت بشري وفتح عينه ولقى شخص غريب ماسك مقشة في إيده بينظف المكان. وقال للطائر ده يسيب الفريسة بتاعته، والطائر سمع الكلام فورا ورمى ضاي من ارتفاع كبير عشان يقع قدامه. وده كان في حالة ذهول وهو شايف وحش البشاعة دي بيسمع كلام إنسان. والشخص ده كان بيكنس التلج بكل هدوء وسأله اللي هو السكرتير الجديد بتاعه. وده بيترعش سأله انت مين أساسا. والراجل ده بكل برود طلب من قطاع البط اللي رجع تاني انهم يختفوا من هنا وانه مشغول. والوحوش الغريبة دي سمعت كلامه وهربت فورا وهي خايفة. وده بيقوم بالعافية وهو بيلاقي الوحوش دي ماشية، ومفاجأة انهم كانوا ماشيين في طابور عسكري منظم جدا. والراجل ماسك المقشة ده بيكون متعصب وانه قال لهم 100 مرة ما يجوش هنا تاني. وده بيبدأ يجمع الخيوط وسأله بتردد هو انت الأسطورة شو كانج. وشوي مش ده اهتمام وطلب منه يدخل عشان ياكل. وده كان مسؤول جدا لان البطل اللي عنده 80 سنة طلع شكله لسه في عز شبابه، وان صور ملك الوحوش الاسطوري وبنقذ العالم بدأت تيجي في خياله. وده بيجري بسرعة وراه ودخل الكوخ اللي كان هادي جدا وبسيط زيادة عن اللزوم. وضاي ده انه يراقب شوي وهو بيشغل بوتاجاز بنار سحرية طالعة من ايده. وشو بيقول البوتاجاز ده شغال كويس بالنسبة لسنه، واللي ضاي انه عارف فضوله وانه عايز يسأل هو صغير ليه كده. ويقول له ان زمان المحاربين القدامى كبروا وبقى شخصيات مهمة، بس هو جسمه ببساطة اتوقف عن النمو وبقاش بيكبر في السن نهائيا. وبنشوف كتكوت صغير من طيور الرعد بعدها بينزل على بيضة ضخمة موجودة قدامهم. وده كان في قمة توتره وهو شايف شوي بشكله الشاب ده وسأله استغراب عن الكائن اللي قدامه. ولكن شوي رد عليه وهو ماسك البيضة وقال الطائر ده جميل جدا وانه حيوانه الأليف
وده ما كانش عنده الجراءة إنه يختلف معاه، فابتسم ابتسامة غريبة وخلاص. وبيفتكر إن قدرة سيد الوحوش إنها بتخلي أي وحش ينحني ليه ويسيطر عليه، وإن زي الوحش مثلا اللي كان بيقدم له العصير على الترابيزة دلوقتي هو يقدر يعمل كده مع كل الوحوش. وبنعرف إن شوي كان لسه بيربي الوحوش السحرية زي ما كان بيعمل وقت الحرب، وذكريات شوي مع شريكه القديم الذئب الأسطوري بدأت تظهر في دماغه. وده يسأله عن الذئب الأسطوري ده، ولكن فجأة شوي رزع الطبق ده على الترابيزة بقوة مرعبة وقفل الكلام في الموضوع فورا، وحذره إنه ما يتكلمش فيه تاني، وطلب منه يدخل في المهمة اللي هو جاي عشانها. وده اعتذره فورا وفتح هولوجرام أحمر ووضح له إن في أنواع جديدة من الوحوش بدأت تظهر في كل مكان، وإنه محتاجين مساعدة ضرورية منه. وتشوي أول ما شاف البيانات دي أدرك إنهم قدام تهديد ما حصلش من وقت الحرب، وطلب منه كل التفاصيل. وبعد ما خلصوا ضاي انحنى باحترام واعتذر قلة ذوقه في الأول، بس فضوله برضه خلاه يسأل ليه واحد أسطورة زيه عايش مكان معزول كده في نص الخلاء. وتشوي رد بسمة هادية وقال له إنه مستني حاجة مهمة. وقبل ما ضاي يفهم هو مستني إيه ظهر ظل مرعب وراه، ولمح البصر هجم وحش ضخم على ضاي وطلع نمر سيبر من الدرجة اس، وإنه مرعب ومستعد لافتراسه. بس شو يطمنه وقال له إن طريق الرجوع خطر، والنمر ده اللي اسمه فاين هو اللي يوصله. وفعلا فاين خده في بقه زي اللعبة وجري بيه وسط التلج، ورجع بعدها شوي لحالته الطبيعية تاني، وإنه بيغسل مواعين وبياكل حيواناته الأليفة الغريبة اللي في ركن الأوضة. وتاني يوم الصبح ومسك المقشة عشان يكنس التلج اللي موقفش، وقعد يلعب مع فاين ويحدف عليه تلج، وكان بيدلعه باسم مانشي. بس فجأة سأل فاين بشكل هو انت متأكد انك مش رميت الولد ده في اي حتة كده وخلاص عشان ترجع بسرعة؟ وفاين كان مرعوب من سؤاله واعترف بغلطته وقال له فعلا. وعلى الجانب التاني بنشوف ضاي مرمي على وشه قدام قاعدة عسكرية على الحدود وهو مصدوم تماما. ولما فاق سأل عساكر هو في نمر عملاق جابني هنا؟ العساكر ضحكوا وانه الكل بيترعب من اول مرة، وانهم متعودين خلاص على حركات النمر الاسطوري ده. ونرجع الكوخ تاني وشو بيكون ماسك العصاية بتاعته وركب على ظهر وحش الطائر عشان يبدأ دورته اليومية في الجبال. ومع حركة الريحة الباردة دي رجعته ذكريات من 49 سنة فاتوا، وقت الكارثة لما الوحوش ملت الدنيا وغيرت النظام البيئي تماما. هو نزل عند قمة جبل معزولة وافتكر اليوم اللي قابل فيه شريكه لأول مرة، وكان باصص لبضع عملاقة بتنور في السماء. ونرجع بعدها بالزمن 29 سنة في عز المعركة الكبيرة اللي كانت الوحوش فيها بتهجم عشان تدمر المدينة. وبيشوف شوي وهو أصغر ونظرة باردة ومركزة تماما وسط جيش من الأعداء جمع طاقة سحرية كبيرة وضرب صعقة دمرت الوحوش في ثانية، وكان بيقطع في أرض المعركة بسحره القوي. وفي اللحظة دي فعل الرابط مع الوحش المتعاقد معاه ونادى على اسمها، وفجأة نزلت ثعلبة عملاقة حطمت المباني وغيرت موازين المعركة بالكامل. وبنشوف الثعلب الأسطوري الضخم ده وبيمحي جيش ضخم من العدو باستعمال سحر عمود الضوء، وبطل واقف جنب شريكته الأسطورية اللي كانت متغطية بالكهرباء ولمس فروها عشان يقوي الرابط ما بينهم واداها الأمر الأخير بالهجوم الكاسح. والفعل سيطروا على الحرب وحققوا نصر ساحق أنقذ العالم كله من الفناء. بس للأسف النصر ده كان ثمنه غالي جدا، وإن الثعلبة الأسطورية انهارت في أرض المعركة بعد ما كل حاجة خلصت. وبنشوف الوحش الأسطوري وهي بتلفظ أنفاسها الأخيرة بصعوبة والدم مغطيها، وتشوي اللي كان شاب ساعتها الدموع في عينيه وبيعتذر لها وقال لها إنها كانت مذهلة وما أثرتش في حاجة. وبعدها شركته في الحرب غمضت عينها للأبد وماتت، وفجأة بيطلع عمود ضوء مرعب من جسمها والوحش الضخم ده بيتحول لجزيئات سحرية طائرة. وتشوي ما كانش فاهم أي حاجة من اللي بتحصل وما كانش قدامه أي خيار غير إنه يتفرج وبس. ولكن فجأة لقوا قدامه بيضة بتلمع مكان الذئب اللي مات. ونرجع الحاضر وبنشوف شوي هو لسه قاعد فوق قمة الجبل ويكون بيعمل كده بقاله سنين كأنه حارس البيضة دي ومستناها تصحى في السنة الجديدة. في اللحظة دي نزلت جنيه سحرية صغيرة على إيده، والشوي يسألها باستغراب لو الكائنات اللي جايه من بوابة جايه تحتفل معاه. بص على ساعته وبيعد الثواني الأخيرة قبل نص الليل وارتاح بعدها وسند ظهره على فاين وهو مبتسم للسما اللي نورت بالجنيات. وقبل ما الثواني تخلص جو الجبل كله اتغير تماما والبيضة بدأت ترتعش وتطلع ضوء يعمل عين، وشو ما كانش فاهم اللي بيحصل. ومنتصف الليل خرج شعاع ضوء شق السحاب وبطل وقع لورا من قوة الضوء، وبيفتكر ان كده عدى 50 سنة على فتح البوابات و30 سنة على نهاية الحرب والدمار. وقدام عينه ظهرت ثعلبة بيضة صغيرة من البيضة وشكلها كان لطيف جدا وانها نسخة طبق الاصل من شريكته الاسطورية اللي ضاعت منه، وان في نفس المكان اللي قابل فيه الثعلبة الام لاول مرة
لما كان لسه مجند صغير في الجيش بيهرب من قطيع ذئاب وتنين مرعبة، وافتكر اللحظة اللي شال فيها الثعلبة الصغيرة دي وضمها لصدره، وهو حاسس بربط قوي جدا ما بينهم رغم ان الموت كان محاصره من كل حتة. وما يشوف شوي وهو متأثر جدا ومبتسم لأن بنت صديقته القديمة صحيت أخيرا، والثعلبة الصغيرة دي بدأت تنفض الفرو بتاعها وبصت لشوي بعينها الزرقاء وقربت منه بمنتهى الحنية. وشو كان متأثر جدا وقعد يلعب معاها وهو حاسس بشعور رهيب لأنها شبه أمها بالظبط. وفجأة سمع صوت صرخة قوية من السماء، وظهرت عشرات الوحوش المجنحة بطل فعل الوحش بتاعته وحل التنانين دي، وصدم لأنه ما شافش فصائل غريبة ونادرة كده من وقت الحرب العظمى. وافتكر فورا التحذير اللي أخده من السكرتير عن أنواع جديدة من الوحوش في جنوب البلد، وفضل يسأل نفسه لو كل الصدف دي لها معنى معين. وتاني يوم الصبح ركب النمر بتاعه وخد الثعلبة الصغيرة في حضنه وطرب بيهم وساب الجبال وراح لمنطقة جانجنام، ونزل بمنتهى الهدوء فوق سطح أكبر نقابة مرتزقة في كوريا. أول لما نزل الحارس على السطح كان يغمى عليه من الرعب وقعد يصرخ في اللاسلكي عشان يطلب دعم ضد الوحش الشيطاني اللي نزل عندهم. ولكن رئيس الأمن جه بسرعة وطلب منه يهدى وفكروا بالقاعدة الذهبية اللي اسمها أثناء تعيينه، وإنه لو شاف شاب راكب نمر سيبر يعرف إنه شخصية مهمة مستوى مختلف وإنه صديق المدير أساسا وجه يزوره. وشوي بعدها دخل الطرقة وبص الصورة قديمة ليه هو وصاحبه من وقت الحرب، وفتح باب المكتب ولقى ملك القبضة الحديدية قاعد بكل برود مستنيه. أول ما صاحبه شافه قام جري عليه وبنادي باسمه وحاول يحضنه وكسر ضلوعه من كتر الفرحة. وصاحبه بيرحب بيه ويكون سعيد جدا وإنهم عندهم دلوقتي 80 سنة وإنهم محتاجين يشربوا عشان يحتفلوا. ولكن شو بيرد عليه ابتسامة وبيقول له لو بقى عجوز كده والمفروض هو يخاف على صحته. وفي الهزار ده الثعلبة البيضة بتطلع راسها من جاكيت شوي وهي بتتوب بكل كسل، وملك القبضة الحديدية تشول عينه بتبرق من الصدمة. وهو لما شافها عرف انها مش كان عادي وسأل شوي بذهول هي دي اللي خرجت بيضة بلورية. وشوي أكد له بكل هدوء انه سماها على اسم امها الأسطورية سيلا. وتشول قعد يضحك على نظراته وسأله هو جاي هنا عشان يفرحه بابنه الجديد ولا ايه، وعزم عليه بحث مشروبات عنده في المكتب عشان يحتفلوا. وقعدوا يفتكروا ايام زمان وهما بيضحكوا. وبعد شويه شوي قرر يدخل في الجد ووراه صور الوحوش اللي السكرتير وراه له قبل كده. وفجاه ملامح تشيله اتغيرت تماما وفي قمه توتره، واعترف بالموضوع ده بقاله فتره مسبب له صداع. وفتح ملف مرتزق من نخبه من ربع ايه اختفى تماما في الجنوب، وقال له نزور الوحوش دي مرتبط باختفائه، والأسوأ ان الوحوش دي طلع منها طاقه مظلمه تقيله جدا. وشو بدأ يتكلم بجدية عن الطاقة الشيطانية وافتكر إن كل وحوش الكوارث في الحرب القديمة كانت بتمتلك الطاقة دي وهي اللي بتفجر ريست القتل والوحشية فيهم بشكل مرعب ومستحيل السيطرة عليهم. وافتكر كمان الشيطان الأقوى واللي كان السبب في كل الدمار اللي حصل لهم. وهنا شيول خبط الترابيزة وحذر إن في أسوأ السيناريوهات دي الشيطان ده ممكن يرجع تاني. وعشان يغيروا الجو شيول بدأ يفتكر إنه وصل لمركز 14 في التصنيف العالمي. وشوي ضحك عليه وقال له إنه مش عجوز زي ما كان بيظن وإنه شغال بطريقة مش وحشة. وشوي ما ادوش اهتمام وطلع خاتم تكنولوجي متطور وطلب منه يقيس قوته. وشوي رفض في الأول وطلب منه جعش دماغه وإنه ما عرفش يستعمل الألعاب الجديدة دي، بس تشيول ضغط عليه وقال له إنه مش هيديه هدية عيد ميلاده غير إنه هو يعمل الاختبار ده. وشوي وافق بالعافية وحط إيده على الجهاز، وفالجهاز بدأ يطلع أشعة ويحلل بياناته كسيد وحوش. وجاز طلع رقم خرافي خلى البطل في المركز الأول على مستوى العالم كله. وشيل صرخ من الصدمة وسأله أنت كنت بتعمل إيه في العزلة بتاعتك وإنوش مصدق إن قوته زرت بالطريقة دي. وشو بيقول له إنه كان بينظف المكان وبرع النمر بتاعه ونظف المكان من الوحوش. وصاحبه كان مصدوم وقال له مش متخيل إن سر نجاحه إنه تحول لفلاح. وشو بيرجع بعد الكوخ بتاعه وراح دنجن بستان اللي جنب بيته، والمكان ده كان مليء بالجنيات ووحوش أرض صغيرة بتخلي النباتات تنمو بسرعة. وطلع من جيبه حجر الجنيات اللي شيل اداهوله كهدية ودفنه في الأرض المتجمدة دي. وفجأة انفجر عمود من الطاقة الخضراء النقية وغطى البستان كله، والنتيجة كبيرة جدا وإن الثمار السحرية بدأت تلمع وتزيد قوتها والجنيات حجمها اتضاعف في ثواني. وسيلة الصغيرة كانت في قمة حماسها ونط بإيد شوي وبدأت تلعب وتجري وسط الجنيات دي. وشوي يستعمل إن السحر بتاعته عشان يحل بيانات سيلة، واتصدم لما لقى كل معلوماته عبارة عن علامات استفهام وكأنها فصيلة أسطورية وغامضة بتكسر كل القوانين اللي يعرفها. وفجأة سيلة وقفت وركزت بكل قوتها على حاجة غريبة وسط التلج. وشوي سمع صوت حركة من الشجيرات ولمح البصر سيلة انطلقت زي البرق. وشوي في متجمد لحظة بيحاول يفهم اللي بيحصل واستنتج إنها كانت حاسس بخطر قريب منهم. وشوي بيقرر إنه يشترك في السباق ده
وبخبطة قوية جمع كل طاقته السحرية وانطلق بسرعة في اتجاه سيلا، وفي ثواني كان حصلها وبيجروا جنب بعضهم. وسيلا كانت مركزة في هدفها لدرجة إنها كانت بتطير من سرعتها الكبيرة، وشي كان مذهول من السرعة الخرافية اللي عندها. وفضل يقطعوا الغابة الثلجية بمنتهى القوة لحد ما سيلا عملت قفزة هجومية. وهنا شوي اتصدم لما شاف المشهد اللي قدامه، وإن لها مجموعة من الجنيات محاصرين من وحوش مظلمة. من غير تردد سيلا نطت في قلب الخطر عشان تحميهم، وحاولت تطلع زئير بكل قوتها عشان تبعدهم. والوحوش راقبوها ورد عليها بصرخات غاضبة. ووراهم بنشوف جنيات الأرض هما بيعيطوا من الرعب. وشو كان مستغرب هي ليه سيلا جريت عشانهم مخصوص. فجأة الأرض اتدمرت وطلع منها قفا عملاقة مربع وشو يخاف لأن الوحش ده تقيل على سيلا اللي لسه صغيرة، والقفحة كشرت على أنيابها وكانت مستعدة تبلع سيلا في هجمة واحدة. ولكن في اللحظة دي شوي فرع صوابعه كإشارة إن وقت اللعب خلص، والقفحة من كتر الرعب جملت مكانها وبدأت ترجع لورا. وهنا تشوي طلع حالة المفترس بتاعته، والمنطقة كلها اتملت بالضغط المرعب بتاعه. وتشوي مد ايده وعينه بتطلع غضب صافي، ومسك راس القفعة بمنتهى السهولة وبيهددها وقال لها إن لو حاولت تأذي أي حد من أتباعه تاني هو يقضى عليها. وكانت مرعوبة وقالت إنها فهمت، والجنات كانوا واقفين مبهورين بقوته الجبارة. وشوي ده إنه يراقب مكان حواليه وكان عايز يفهم اللي بيحصل هنا. وطلب بقى الوحوش يخرجوا من المكان ده، والجنات ده إنهم يحتفلوا بيه وبيشكروه. ولكن فجأة ظهر كان غريب شبه الديك الأسود، وعينه كانت حمراء ومليانة بالغل. وسيلة حست بخطر فورا، وتشوي شم ريحة الطاقة الشيطانية في الوحش ده. ونظام عرفه ده وحش ضعيف بس متطوز بالطاقة الشيطانية. وسيلة هجمت عليه بسرعة وبدأت تلعب بيه. وشو يستنتج دي فصيلة جديدة متأثرة بالظلام، وإنك جاية من بوابة وعدية لسه فاتحة، وشك الموضوع ده وراه شيطان قديم. وشو ينط في نص ساحة المعركة، وسيلة بدأت تطلع سحر قوي جدا. هو اتفاجئ بإشعار من النظام بيقول إن الثعلبة طلع لها طيل إضافي وأخدت مهارة قتالية جديدة. وفاجئ بعدها بظهور 3 وحوش كمان من الظلام. وسيلة بصت لشوي وهي بتستأذنه تلعب معاهم، وشو شاف فيها شركته القديمة وافتكر تدريباته القاسية زمان وازاي كانوا بيواجهوا جحيم مع بعضهم. وشو اعترف بينه وبين نفسه انه كان عايز يربيها في سلام بعيدا عن الحروب كلها، بس لانها بتحب القتال اساسا فقرر مش يبقى اناني ويبقى لطبيعتها، وعرض عليها تعاقد رسمي ولمس وشها وحلف بانه هيضربها عشان تبقى الاقوى في العالم كله. وانفجرت طاقه كبيره في المكان ختمت العقد ما بينهم، وعين سيلا لمعت وظهرت دايره سحريه في الجو بتعلن العقد ما بينهم. وكل الضوء ده اتجمع في ايد شوي، وفجاه ظهر خاتم التعاقد في صباعه. وشو بص الخاتم وقرر يشاركها شويه من المنع بتاعته واداها الحريه الكامله انها تقاتل وتطلع كل اللي عندها لحد ما تتعب. وشوف سيلا وهي بتنطلق زي الصاروخ في الجو ناحيه الطور الشيطانيه دي، واحد من الوحوش صرخ بغضب وهو بيحاول يصد هجومها، بس هي كانت مثبته عينيها عليه وما تراجعتش. وهنا شوي فعل قدره النقل الحسي وربط عقله بعقلها عشان يوجهها. في لحظه الاصطدام هي عملت انفجار ضخم وهي بتخبط في الطائر ده، وشو بدأ يوجهها بالتخاطر ويطلب منها تهدى وتستنى ثانية واحدة لحد ما يديها الأمر القاتل. وفعلا سيلا انطلقت بسرعة ودوس واحدة بس منها دمرت راس الديك الشيطاني ده ورمته في الأرض، والطاقة الشيطانية غرقت المكان. والنظام أعلن فورا إنها امتصت طاقة شيطانية من العدو وقضت عليها. وأهل الوحوش بدأوا ينسحبوا من الرعب، وسيلا مش ادتهم فرصة بدأت تتحرك بسرعة في ساحة المعركة وهي بتقضي على باقي القطاع بكل سرعتها. وصرخات الوحوش ملت الغابة وهم بيقعوا قدامها واحد ورا التانية ومش كانوا قادرين يقاوموها ولا يقاوموا قوتها الكبيرة. وسيلة قدرت تمتص الطاقة الشيطانية اللي عندهم. وشو كان واقف بيراقب ومبتسم ومبهور مستوى سيلة في أول معركة حقيقية ليها، وإن حركتها بقت دقيقة وقوية جدا لحد ما قدرت تقضي على آخر ديك وامتص الطاقة الشيطانية منه. وبعد المعركة دي سيلة ارتاحت وكانت فرحانة جدا إنها انتصرت، وظهر شعار بيعلن إن فصيلتها من سلالة النبي الأبيض الأسطوري. وشو ندى عليها ومستغرب هي ازاي بتكبر بالسرعة دي، وهي نطت في حضنه ومستنيه المكافأة وكانت فخورة باللي هي عملته. وشو قعد طبطب عليها وقال لها إن أدائها كان خيالي، وقرروا يرجعوا البيت بسرعة قبل ما بابا المظلمة اللي دخلوا منها تقفل. وفجأة شوي حس بحركة ولقى ديك مستخبين في الضلمة، بس عرف إنهم مش عندهم طاقة شيطانية وإنهم مجرد وحوش ضعيفة وكانوا هربانين خوفا من سيلا، فسابهم يجروا في حالهم. ولكن فجأة الثقب الأسود في السماء بدأ ينبض بطريقة كبيرة ويسحب كل حاجة حواليه. وشو يعرف إن بابا هتقفل ونط بسرعة عن المكان وخرج بابا البعدية اللي كانوا فيها. في اللحظة دي الجنات استقبلوه وقدروا يرفعوا إيديهم وما بيحتفلوا برجوع بطلهم، وقعدوا يشكروه وما بيعيطوا ومنحنين قدامه وبيلقبوه بطل الأقوى. وشو بيراقبهم وكان مستغرب ومش فاهم هم ليه مدينه اللقب الغريب ده وإنهم مكبرين الموضوع أكتر من اللازم، بس كان سعيد بإنه وصل في اللحظة المناسبة هو وسيلة وقدر ينقذهم
وقرر بأنه يحقق في اللي حصل ده عشان يقدر يحمي الغابة بتاعته. وخلص ملخص الجزء الأول من هاوا. وسأل الفيديو الحرب الأسطورية انتهت من كام سنة؟ عرفني في الكومنتات. ب20 لايك والاشتراك. سلام.